بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آم، جايبه لكم النهارده وصفه حلوه ولذيذه سهله قوي حاجه من الحاجات اللي ممكن نعتبرها بقى سناكس، ممكن نفطر بيها الصبح، ممكن بالليل مع كوبايه شاي، مع كوبايه قهوه واحنا بنذاكر، واحنا بنتفرج على مسلسل. الكوكيز من اسهل الوصفات اللي ممكن تعمليها، ويلا بينا نشوف هنتعلمها ازاي. مبدئيا كده يا بنات، انا بحب اعمل كميات قليله، فعايزه تضاعفي الكميه براحتك. انا احتجت كوبايه ونص من الدقيق، وهنا نص كوبايه سمنه او زبده زي ما تحبي، نص كوبايه من السكر البودر، وبيضه، ومعلقه بيكنج باودر، وطبعا بيضه يعني هنحط فانيليا، وعندنا هنا 3 معالق كاكاو او معلقتين، الموجود برضو عندك مفيش مشكله. اي نوع شوكليت عندك، شوكولاته وتقطعيها، شوكليت شيبس عادي، اي حاجه احنا هنزين بيها فعادي مش فارقه. يلا بينا نبدا بقى. هنبدا الاول ان احنا هننزل السمنه او الزبده، وهنضربها بالمضرب السلك عادي جدا. عايزه تضربيها بالمضرب الكهرباء برضو براحتك، بس هنا يعني الموضوع مش محتاج يعني. المهم تفكي الزبده او السمنه كده، هي طبعا تكون بحراره الغرفه، ما تكونيش جايباها من التلاجة يعني عشان تبقى سهله. بنفضل نضرب فيها شويه كده لحد ما نفكها، وبعدين بننزل بالسكر البودر او السكر الناعم اللي عندك، نص كوبايه، وبنضربها كويس مع السمنه زي ما انتوا شايفين كده لحد ما نوصل للون ده او للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين بنضيف البيضة مع طبعا الفانيليا، وبنفضل برضو نضرب شوية حلوين لحد ما البيضة تختفي خالص، وده تمتزج مع الخليط بتاعنا مع السمنة والسكر بالشكل ده. مفيش ابسط ولا اسهل من كده، والوصفة مش تاخد معاكي حرفيا يعني ساعة، ان احنا كمان نعملها ونسويها مش تاخد ساعة يعني. تمام كده يا بنات. بس انا كده عملت الخليط بتاعي والدقيق بتاعي، حطيت على البيكنج باودر طبعا ورشه من الملح لانها بتظهر الطعم طبعا. وحطيت كمان معلقتين نشا بنات، نسيت اقول لكم المعلومه دي برضو. النشا بتديها طراوه كده برضو حلوه، وبتخليه في نفس الوقت مقرمش، فبرضو معلقتين من النشا على الدقيق. وهننزل بقى بالمكونات الجافه بتاعتي اللي هي كوبايه ونص من الدقيق، و3 معالق من النشا، ومعلقه من البيكنج باودر، ورشه ملح. مش هعجن طبعا اي بسكوتات او اي حاجه من بيتي فور او الكوكيز مش بيتعجن خالص. بمزج المكونات كده بالسباتولا او بالمعلقه او بايدي زي ما تحبوا لحد ما اوصل للقوام ده. هو لسه ملزق معايا، بس انا دلوقتي انا عايزه اعمل جزء جزء شوكولاته، وجزء هخليه كده يعني من غير ما احط عليه اي حاجه اضافات. فهقسم العجينه في المرحله دي لاتنين، لجزئين. تمام. جزء هحط عليه معلقتين من الكاكاو، وجزء هسيبه زي ما هو كده، وافضل برضو ازود عليه معلقتين دقيق اظبط القوام بتاعه. ده هظبط القوام بتاعه بمعلقتين من الكاكاو. وهشتغل بايدي طبعا كده احسن لحد ما اوصل للقوام ان هو بيتشكل كده. الجزء التاني الفاتح يا بنات اللي هو ما ضفتلوش كاكاو، ده ضفت له معلقتين دقيق علشان اظبط برضو القوام بتاعه بحيث ان هو يتشكل في ايدي. جبت الصينيه بتاعتي وحطيت لها ورقه زبده من غير ما دهنها اي حاجه طبعا، وهبدا بقى اشكل. بعملها كور صغيره زي ما هتشوفوا دلوقتي، وبحطها في الصينيه وبضغط عليها ضغطه بسيطه كده، وزي ما تحبي طبعا الحجم اللي انت عايزاه، بس هو يعني بيفرد شويه. وبعدين بزينه بالشوكولات شيبس او باي شوكولاته عندك موجوده. ودي الصينيه اللي عملتها التانية بالكاكاو. بياخد في الفرن مش اقل يعني مش ازيد من ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير قوي، وكان جاهز. وبجد بجد حرفيا يعني كان طعمه وريحته في البيت تحفه، وفضلنا نفطر منه بقى يومين 3، بجد بجد حلو قوي.
والكمية مش قليلة يعني، دول وكان فيه شوية كمان يعني. بس احفظيهم بقى في علبة، وعايزة تاخديهم معاكي الشغل، عايزة تاخدي الكلية، عايزة تفطري بيهم في البيت. بجد بجد حاجة حلوة قوي، وبيبيعوا بره برضو غالي قوي، بس هو سهل جدا ونقدر نعمله يعني بأبسط المكونات عندنا في البيت. ولو استفدتي من الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، ويا رب اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. واتمنى ان الوصفات تكون سهلة عليكم يا بنات، وتدخلوا وتجربوا، وما تخافوش من تجربة المطبخ ولا الحلويات، ما فيش ابسط ولا اسهل من كده. واتمنى يا رب ان فيديوهاتي تكون